السلام عليكم يا رفاق، عاملين ايه؟ بصوا يا جماعه، انا عارفه ان انتوا بجد تعبانين جدا الفتره دي. ولكن عايزه اقول لكم على حاجه، يعني حتى ان كانت بعد كده ان شاء الله في الكليه مثلا، إن مهما كانت الكليه صعبه ومهما كانت الكليه جايه عليك، ابسط كلمه تقولها لنفسك على الاقل انا مش في ثانويه عامه، على الاقل انا مش في ثانويه عامه. انت حاطط رجلك على اول الطريق، يعني مهما كانت الكليه صعبه وهي مثال ولا حاجه، فمهما كانت صعبه برضو مش بتبقى الاستريس مثلا النفسي اللي في ثانويه عامه. فعايزه بس افكركم انت مش لوحدك، ما تقعدش بقى تصيح وتشتغل في الموضوع ده، وانت على فكره انت مش لوحدك، يعني كل اللي بيكلموك كانوا مكانك في يوم من الايام. ويمكن كمان يعني ايام زمان كانت الدنيا اصعب، من مثلا ما فيش السورسز المتاحه دلوقتي للدراسه او التعليم والاسئله، هو اي نعم كان نظام قديم وكل حاجه بس برضه. فافتكر دايما ان انت مش لوحدك، عادي كلنا كنا في مكانك قبل كده، والناس اللي معاك او زمايلك اللي معاك برضه في نفس الدايره اللي انت فيها. فما تصحش كتير، لان بجد دي اهم ايام عمرك، يا اما تخليك في السماء يا اما تنزلك من السماء على الارض. هو كده. فاركز واثبت للاخر. هو يعتبر اهم الكلام اللي انت لازم تنفذه بجد، اللي انا قلته في فيديو شهر 5، وكانت من اكتر الكلام اللي يعني بجد لازم تركزوا يعني ولازم تنفذه فعلا. ولكن في حاجات فرقت معايا جدا، ولا زال في اسئله كتير في الكومنتات عن اخطاء الشامل. بصوا يا جماعه، ركزوا معايا وركزوا. تخيل كده مثلا لو انت جيت تعمل اي حاجه ومن اول مره عملتها صح، او مثلا جيت تحل اي حاجه ومن اول مره عملتها صح، يعني مثلا جيت تحل شامل اول مره طلع معاك الشامل كله صح، او غلطت غلطتين ثلاثه. تخيل بس معايا، والله العظيم بجد والله عمرك ما هتدي الماده دي اهتمام تاني. والله ما هتدي لها اهتمام تاني. وخلاص انا ضامن الماده دي هركنها بقى واروح اشوف حاجه تانيه، وهكذا بقى. ولا عمرك هتديها اهتمام تاني، وايدك هتبقى مهزوزه في الحل. يعني مثلا لو جالك في الامتحان سؤال انت مش عارفه، انت ما اتدربتش كويس، انت فعلا ما اتدربتش كويس، ايدك مهزوزه في الحل ومش قادر تفكر. هتنسى كل التركات بتاعت الماده، هتنسى الافكار، هتنسى ازاي تفكر. وده اللي انت ممكن تعمله في الفرنساوي، انت ممكن تعملوا الحركه دي في الفرنساوي وتضيعوا ال 40 درجه بتوعه. فيا جماعه بجد ركزوا وما تستهونوش باي حاجه خالص. فتخيل بقى كده معايا، لو انت فعلا ده حصل لك مثلا مع اي ماده من المواد مهمه، كيمياء او فيزياء او احياء او اي ما شابه من الحاجات دي، او اي ماده عملت كده فيها، تخيل بقى موقفك هيبقى عامل ازاي. اولا موقفك ان انت مش هتذاكرها تاني، مش هتديلها اهتمام وهتقفلها، مش هتفتحها غير في ليالي الامتحان بس، وهتحتاس وهتندم ندم عمرك كله. فيا جماعه طبيعي جدا الاخطاء حتى اول 10 شوامل، اول 10 شوامل والله او اكتر كمان، يعني ممكن تعدي ال 10 شوامل كمان عادي يعني. فطبيعي جدا يجي لك اخطاء كتيره، وانا قلت لكم كتير قبل كده ان انا كنت بغلط كتير جدا، ويمكن الماده اللي انا غلطت فيها كتير جدا هي اللي قفلتها في الاخر. والله يعني هي بجد دي اللي انا قفلتها في الاخر. وعلى فكره ده كان حصل معايا في ثانويه عامه، كنت ببدا في اي حاجه ما كانتش بتظبط معايا، وعلى النقيض تمام في الكليه، على النقيض تمام في الكليه. يعني مثلا الامتحان العملي اللي فات عندي في السكشن، احنا اخدنا في السكشن مثلا التجربه دي ومظبطينها في السكشن وكل حاجه، وجاهز سكشن المراجعه. سكشن المراجعه دي بتبقى موجود في اخر الترم عشان الامتحان العملي بعدها. فالمهم سكشن المراجعه جات لي التجربه دي، انا عملتها من اول مره طلعت معايا صح. التجربه كنت اخدتها لاول مره طلعت معايا صح، وما كنتش تعبانه فيها، كنت عادي. انت فيكي حاجه، بس انا برضو مش مرتاح لك. جت سكاشن المراجعه كنت بارده جدا جدا فوق ما تتخيلوا. كنت بشتغل ببرود، اللي هو عادي بقى انا عملتها صح اصلا فمش فارقه معايا، وانا اصلا بحب التجربه دي رغم انها اطولهم، هي طويله جدا. فعملتها عادي مش فارق معايا. جات لي في الامتحان وانا عارفه انها هتجيلي في الامتحان. بصوا يا جماعه مش عارفه اقول لكم ايه اللي حصل، يعني هو انا مش عارفه اقول لكم ايه اللي حصل. انا ادائي كان كويس، انا ادائي كان كويس في السكشن عشان اول مره اخدتها كانت كويسه، اهملتها تماما ولا كنت معبره. يعني هو كان الموضوع بالنسبه لي كان عادي. فبعدين اتوترت، اصلا اتوترت، اخدت مني وقت طويل جدا، قعدت وقت الامتحان اصلا كان ساعه، فقعدت وقت طويل جدا فيها. وكمان الاجهزه بتاعتي اتكسرت، وحاجه كانت حاجه كده زي الزفت، والجرامات حاسه ان الجرام وزنته مش مظبوط، حاسه ان النقط ما كانتش مظبوطه، حاسه ان كل حاجه كانتش مظبوطه كده، كنت حاسه بتوتر كده وحاجه مش مظبوطه مني. علشان الحاجه دي ظبطت من اول مره. تخيلوا لو كانت الحاجه دي ما ظبطتش من اول مره، والله كنت هقعد لوحدي في السكشن، وكنت هعيدها تاني لوحدي من غير ما يكون مثلا في معيد او في طلبه او اي حاجه، كنت هقعد وهعيدها لوحدي يعني عادي. او على الاقل كنت هديلها اهتمام في سكشن المراجعه. وطبعا لما كنت هديلها اهتمام ده كنت اكيد هعرف احل كويس في الامتحان، او كنت هطلع نتائج كويسه. فسواء كده بقى النتائج كانت طلعت صح او غلط، انا كده كده مش نصيب فيها، فحصل خير. ولكن عايزه اعلمكم انه بجد يعني هو بتبقى كده، يعني الحاجه اللي انت بتخاف منها ما بيجيش اسهل منها. هو فعلا كده. الحاجه اللي انت تخاف منها وتغلط فيها كتير تدي لها اهتمام كبير، هي فعلا بتيجي معاك سهله. الحاجه اللي تظبط معاك من اول مره زي ما حصل كده، هتلاقي كل حاجه بتتكسر فوق دماغك، زي ما كل الاجهزه بتاعتي اتكسرت كده، وكانت حاجه بصراحه يوم الله يعني بجد يوم راح لحاله بقى. ثانويه عامه بقى كان النقيض تماما، ما كنتش بعمل اي حاجه وتظبط معايا من اول مره 100%، يعني كنت دايما بحب النتيجه بتاعتي تكون 100% او راضي عنها. ولازم ثانويه عامه تكون طموحك عاليه، لازم انت في كائن في ثانويه عامه تكون طموحك عاليه، انت الكائن ده لازم تكون طموحك عاليه. ومالكش دعوه بالنتيجه ايا كانت نتيجتك، انت لازم تكون طموحك عاليه، ولازم تكون تعمل كل اللي عليك. نتيجتك دي بقى مالكش علاقه بيها، خش على فكره باجتهادك ده اهو، ادخل بس فيه في اي كليه. لو انت جدع بجد، لو انتوا جدعين بجد، حافظوا على اجتهادكم للاخر. تخيلوا التفوق اللي هتكونوا فيه، تخيلوا بجد والله. بس ده مش بيحصل، بس ما علينا يعني. لازم تكون طموحك فعلا عاليه جدا. فكنت بغلط عادي، ولكن ما كنتش شايفه ان ده عادي، وكنت بزعل بس مش بيأس، بس كنت بزعل بس مش بيأس، لان في فرق انك تكون يئست وخلاص ان الدنيا ضاعت مني، انا خلاص كل حاجه ضاعت مني، مجموع ضاع مني، الكليه ضاعت مني،
وخلاص انا هو مش هعمل حاجه. على فكره الاستسلام، انا بشوف دايما ان الاستسلام اختيارك للفشل، ده اختيارك. لان هو انت مش متقبل انك تعافر، مش متقبل انك تتعب شويه، مش متقبل انك تيجي على نفسك، مش متقبل انك تغلط حتى لو 20 غلطه كمان، طبعا كتير كده، بس هم 10 غلطات، خلينا فرنج 10 اللي كنت بجيبهم معايا، 10 غلطات مثلا وانت قاعد كده ومش مش مستعد انك تطور من نفسك او تحسن من نفسك، يعني انت مش مستعد انك تعمل حاجه زي كده وبتستسلم، فده اختيارك انت، ده اختيارك. مش انا حاولت وفشلت، حاول تاني وافشل تاني، وحاول تالت وافشل كم مره، وحاول رابع، بس هتنجح. اي بروميس. اصلا لما تيجي توصل للمرحله دي هيكون الامتحانات جت، وان شاء الله ربنا هيعوضك في الامتحانات دي اكيد ان شاء الله. افتكر برضو ان كانت من اكتر الحاجات اللي ساعدتني ان انا مش بتكلم خالص، مش بتتكلم لا مع اصحابك ولا زمايلك ولا عايزه اقول لك كمان ولا حتى اهلك. معلش ما تتكلمش كتير. اصل بص، انت تيجي تتكلم هتشتكي. والشكوى على فكره يا جماعه هتعزز جواك الشعور بالسلبيه، يعني احنا مش عايزين كده. انا عايزاك تحافظ على نفسيتك، يعني لاقصى حد ممكن. حاول، معلش حاول بس تحافظ على نفسيتك لاقصى حد ممكن. واكبر دليل على كده ان انت لما تيجي تتكلم اكيد هتتكلم عن الاخطاء اللي كانت بتجيلك كتير قوي دي، فهتحس باحباط شديد جدا. افتكر ان انا كنت اتكلمت مثلا، كنت اتكلمت عن اصحابي، على فكره انا بحب اصحابي جدا ولا زلت بحبهم، يعني انا بحب اصحابي قوي. فكنت اتكلم واقول مثلا عن الاخطاء اللي كانت بتجيلي، فطبعا هي هحس بالاحباط وما كنتش هطور من نفسي وما كنتش هعافر تاني، كنت هحس باحباط، طبيعي ان انا احس باحباط، فما كنتش اتكلم احسن. افتكر بقى بجد ان انا وقتها قلت لماما واختي قبل كده على الاخطاء اللي كانت بتجيلي، كان في الكيمياء، يعني كل الكلام ده رغم ان انا بحبها قوي، يعني انا حبيتها قوي يعني بصراحه. فالمهم يعني كنت قلت لهم قبل كده عن الاخطاء اللي كانت بتجيلي. انا ندمت بعدين، انا قلت ندمت جدا، يعني هم بقى يقولوا واستغربوا، ورياكشن ماما بقى بتاعهم، يعني رياكشن ماما كده كان مالي وشهم. فانا بجد زعلت ان انا قلت حاجه زي كده، وندمت بعدها ان انا قلت. فاحسن لك ما تتكلمش، يعني خلاصه بجد انك ما تتكلمش. وعلى فكره برضو حتى لو كان ادائك حلو، يعني حتى لو كان ادائك حلو في ماده برضو ما تقولش، يعني لا اداء حلو ولا اداء وحش، يا عم خليك في حالك وتنافس مع نفسك كل يوم. على فكره انا لما باجي اتنافس مع نفسي بعدها بحس ان انا يعني بعرف ان انا سبقت بكتير جدا، يعني سبقت بكتير جدا. اجي اشوف مثلا اصحابي او زمايلي هم فين، الاقي نفسي سبقت بكتير جدا، عشان بس انا كنت في حالي وبنافس نفسي، وما بحبش المقارنات، انا بتعصب انا من المقارنات، فما كنتش بقى ما بختلطش باي حد خالص، وما بحبش الكلام الكتير. خليك في حالك من الاخر. تعرف بقى بوستات الفيسبوك والكلام البايخ والهزار والصياح والكلام ده كله، انا عارفه الكلام البايخ ده كله، هتقعد تقولي ده بهزار، ده احنا بنصيح بهزار، ده احنا الميمز دي بهزار. يا جماعه كل الكلام ده بيأثر عليك بالسلب جدا، وبيضعف همتك بطريقه غير مباشره. انا عارفه الناس دلوقتي تقول لي احنا بنهزر، على فكره انا عارفه انتوا بتهزروا والله، ولكن الكلام ده هيجيلك بطريقه غير مباشره. وكمان على فكره انت مش فاضي للهزار ده، مش فاضي. بس حتى وان كان في وقت تاني غير في ثانويه عامه مثلا، الحاجات دي بالذات بتضعف الهمه جدا، بتحسسك بقى انه خلاص، يعني بتاخد كل حاجه باستهزاء، بتاخد مثلا الفشل اللي انت فيه باستهزاء، فبالنسبه لك مش بيبقى فشل، بيبقى وضع طبيعي عادي. فبوستات الفيسبوك او اي سوشيال ميديا او اي حاجه ديليتد تماما، ديليتد يعني شيلها تماما. انت ما عندكش وقت اصلا، انت ما فيش اصلا، يعني اصلا الحاجات دي في ثانويه عامه كلها ما ينفعش تشتغلها، ما ينفعش تفتحها كتير، بالك بقى في اهم ايام عمرك بقى دي، ديليت على طول. اكيد انتم لاحظتم ان السنه دي اكتر سنه انت مقرر فيها من ربنا، وعلى فكره دي بجد من اكتر الحاجات اللي تطلع بيها من ثانويه عامه، من اقوى واجمل واكتر حاجات تطلع بيها من ثانويه عامه هو انك تكون مقرب من ربنا، يعني حاول تحافظ على الرينج ده بس. وافتكر كمان لما سيدنا يعقوب قال في سوره يوسف، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم والله ما لا تعلمون. لما تيجي تشكي، اشكي مين؟ ربنا. لما تيجي تحكي احكي ربنا، وخليك مؤمن جدا. يعني سيدنا يعقوب قال ايه؟ واعلم من الله ما لا تعلمون. هو عارف وواثق في ربنا، وعارف واثق في اجابه، يعني مثلا بيقول لك ايه، هو واثق في ربنا وواثق في اجابته، لان هو مضطر ويجيب المضطر اذا دعاه، فهو مضطر وعاوز الحاجه دي، فهو واثق في ربنا، عارف من ربنا اللي انتم مش عارفينه، من شده ايمانه ومن شده ثقته بربنا سبحانه وتعالى. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. وبس كده وصلنا اخر الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم. ما تنسوش تشوفوا صندوق الوصف، في صندوق الوصف تحت كده شوفوه، واعملوا لايك وسيبوا رايكم في الكومنت، وما تنسوش تسيبوا اشتراك في القناه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.